ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكله حلوه قوي قوي، وبالبطاطس طبعا، وباللحمه المفرومه او بكرات اللحمه. نقشر البطاطس الاول زي ما انتم شايفين كده. بعد بقى ما قشرت البطاطس غسلتها، وبعد كده هبتدي بقى اقطعها كده مكعبات بالشكل ده. بعد ما قطعت البطاطس بقى بالمكعبات الصغيره اللي انتم شايفينها دي كده، هروح اغسلها كويس قوي، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. وهنا بقى عندي اول ما الزيت يسخن هنزل بالبطاطس بتاعتي واقليها عادي كاني بقلي بطاطس عادي. قبل ما البطاطس تتقلي تعال بقى نشوف هنعمل ايه تاني. واخلطهم كويس قوي عشان الملح والفلفل الاسود يختلطوا باللحمه كويس قوي. انا هنا مش حاطه غير ملح وفلفل اسود بس بالشكل دوت كده. بقوا عاملين زي العجينه بالظبط كده. كل اللي انا هعمله بقى هاخد كده يعني هي اكله سريعه جدا. هاخد بقى حته صغيره كده واعملها كره صغيره كده، كرات بالشكل ده. هعمل بقى الكميه كلها وارجع لكم. وكده عملنا بقى كرات اللحم زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى عندي البطاطس خلاص اخدت لون كده اصفر كده فاتح. مش هحمرها اكتر من كده. في طاسه على النار واجيب رشه زيت خفيفه كده، مش هحط زيت كتير. تمام كده. وبعد كده هنزل بكرات اللحمه بتاعتي بالشكل ده. هديها صدمه من الجنبين، تاخد صدمه كده من الجنب ده ومن الجنب ده كده. حطيتها كلها، اسيبها تاخد بقى صدمه من تحت، وبعد كده نبتدي نقلبها. ما ينفعش نقلب الكفته دلوقتي وهي طريه، لازم تاخد لون من تحت كده وتاخد صدمه وتجمد، وبعد كده نقلبها على الجنب التاني. شايفين بقى هنا اللحمه اخدت لون معايا من تحت. هقلبها بقى واحده واحده كده عشان ما تتكسرش معايا بالشكل ده. الطاجن ده اكله سريعه جدا ومنقذه جدا جدا، يعني على طول، يعني ما بتاخدش وقت باي حاجه، سهله التحضير وسريعه جدا. وكمان بقى يعني لما تبقي مش عارفه تعملي ايه، دي اسهل اكله. يعني انا بالنسبه لي يعني ببقى مثلا وانا محتاره مش عارفه اطبخ ايه، يا دوبك هي دي الطاجن ده كده سريع مع حبه رز بشعريه بقى خطير. كده قلبناها على الجنب التاني، ومش هنيجي جنبها برضو غير لما تاخد صدمه من الجنب التاني، ونقلبها براحتنا بعد كده. كده بقى تبقى مسكت في نفسها كويس، وبعد كده نقلبها براحتنا. وكده بقى الكفته اخدت لون من الجنبين بالشكل ده، نقلبها براحتنا. بص بقى نقلبها براحتنا خالص، مش هتتكسر ولا يحصل لها اي حاجه. كده بقى هبتدي بقى اطلع الكفته بالشكل ده. في نفس الطاسه بقى مش هنغيرها، في نفس الطاسه هنزل بالبصل بتاعي مقطعاه جوانح زي ما انتم شايفين كده، ونقلب. عندي بقى حبه جزر انزل بيهم كده، اقطعهم صوابع كده صغيره، ونقلب برضو الجزر مع البصل. حسيت ان هي محتاجه حبه سمنه، انا هحط سمنه بلدي. ممكن تحطي زيت زيتون، ممكن تحطي اي ماده دهنيه انت حباها. هنقلب شويه كده، وننزل كده بحبه فلفل الوان ونقلب. بعد كده هنزل مكعبات الطماطم
الطماطم هنا انا مقطعاها مكعبات، نقلب كده حبه حلوين. هنزل بحبه 7 بهارات كده، يعني نص معلقه بالظبط. وبعد كده هنزل بحبه ملح، وبعد كده هنزل بحبه فلفل اسود ونقلب. هنزل كده بمعلقه صلصه صغيره، وكمان هنزل بنص معلقه هريسه شطه ونقلب. بعد كده هنزل بالبطاطس اللي احنا قليناها في الاول خالص، وكمان هنزل اخر حاجه باللحمه بتاعتي، وهاخد العصاره اللي نازله منها مش هسيبها، ونقلب بقى. وهنزل كده بنص كوبايه ميه صغيره، ونقلب بقى كل الكلام ده. هجيب بقى الطاجن بتاعي ده، وابتدي بقى انزل بالبطاطس والكفته كده. طاجن البطاطس والكفته ريحه خطيره. ونحطها بقى في الفرن شويه، نص ساعه كده. هي اصلا كل حاجه مستويه فيها، بس احنا هنحطها ايه في الفرن كده تمس شويه، وبعد كده نطلعها. شوفوا لي بقى ايه الجمال والحلاوه دي، ما شاء الله. سامعين بقى الصوت ده؟ خطير. يلا بينا بقى نغرف طبق كده. شايفين انا عملت رز بشعريه خطير. يلا بقى نغرف. شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم بقى؟ طاجن بطاطس، كفته بالبطاطس ورز بشعريه بطريقه الطيبات، خطير بجد، جميل جدا، لذيذ قوي. جربوه هيعجبكم جدا ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. كده عملنا مع بعض طاجن كفته بالبطاطس بطريقه الطيبات، نظام الطيبات، خطير بجد، جميل قوي وصحي، مع رز بشعريه، وبألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك بالقناه، واشوفكم في فيديوهات كتير ان شاء الله. باي باي.